ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يا جماعه تكونوا بخير. انا اعرف ان انا اول ما افتح قناه يوتيوب واقول ان مصر هتصعد افضل توالت هيكون ده شكل المنتخب. كان زمان عملت كده من زمان، لكن اخيرا منتخب مصر بيلعب كرة بشكل طبيعي زي اي منتخب مشارك في بطولة دولية وعايز يحقق مركز متقدم. ما كفايه بقى يا جماعه نبص على اسماء المنتخبات وننزل نلعب واحنا خايفين. ما زي ما احنا فقدنا الجيل الذهبي، كمان المنتخبات ما بقتش لسه على حالها. انت عندك مثلا البرازيل وبلجيكا، مش هي البرازيل وبلجيكا من كام سنه فاتت؟ فالموضوع كله بقى قريب من بعضه، شويه ثقه مع اداء تكتيكي محترم هو ده اللي هيفرق ما بين منتخب والتاني. والنهارده بصراحه منتخب مصر كان جايب اخر دواسة البنزين، والار بي ام كان في السما، واداء دفاعي بيتطور من ماتش للتاني مع الكابتن حسام حسن، واللاعيبه نازله عندها ثقه بتلعب زيها زي اي منتخب في البطوله. فعاش يا رجاله والله. فيلا بينا كده مع بعض نشوف افكار العميد حسام حسن اللي اتطبقت على ارضيه الملعب. الكابتن حسام حسن بدأ المباراة بخطة 4-2-3-1 وبالأسماء المعهودة، لكن الملحوظة كانت في الرباعي زيكو وعاشور وصلاح ومرموش إنهم يبدأوا المباراة مع بعض. النوايا كانت واضحة من البداية، اللعب على التحولات السريعة والكرات الطويلة، والاعتماد على إمام عاشور في الخروج بالكرة من الحالة الدفاعية للتلت الأمامي، وكل ده هنشوفه مع بعض باللقطات. والكرة مع منتخب مصر هتلاقي قدامك منتخب بلجيكا واقف ميديم بلوك، فبالتالي شكل اللعب هيتحول ل3-1-5-1 عشان نوسع عرض الملعب ونبدأ الهجمة من على الأطراف. البداية بتكون من عند مهند لاشين اللي بيسقط بين ياسر إبراهيم وحمدي فتحي عشان يكون خط دفاع ثلاثي. قدامهم مروان عطية وإمام عاشور، هتلاحظ بيبدل مركزه مع فتوح، لأن زي ما قلنا الخروج بالكورة من ورا لقدام بيعتمد على إمام عاشور. وعلى الناحية التانية هتلاقي محمد هاني موسع عرض الملعب وماسك الوينج اليمين، وزيكو وصلاح ومرموش ضامين لقلب الملعب. مشكلتنا الكبيرة كانت أثناء الضغط العالي اللي بيمارسه منتخب بلجيكا. في اللقطة اللي قدامك هتلاقي ياسر إبراهيم وحمدي فتحي ما عندهمش أي حلول للتمرير عشان يطلعوا بالكرة من ورا لقدام، بدل الاعتماد على الكرات الطويلة. فالمفروض في الوقت ده إمام عاشور وزيكو ينزلوا لنص الملعب في الحتة الفاضية دي عشان يفتحوا زوايا تمرير أكتر لخط الدفاع، وبالتالي الفريق يعرف يسند عليهم في الطلوع بالكرة وبناء الهجمة. لأن لو جينا نكمل الهجمة هنلاقي اعتمادنا على الكرات الطويلة مش دايما بينتهي إن الكرة تكون معانا. بمعنى تاني انت مش بتتفوق في الكرات الطويلة دايما، فلازم أن يكون عندك كذا حل في الخروج بالهجمة من ورا لقدام. عندك اللقطة دي كمان المفروض إمام ينزل يغطي المساحة الفاضية دي عشان يفتح أكتر من زاوية تمرير، لأن مش معقول شوبير هيطلع على لاشين اللي واقف بين اتنين ونغلط نفس الغلطة بتاعت ماتش البرازيل. فاضطر هنا ان هو يلعب الكرة الطويلة، ومرة تانية انتهت الهجمة قبل ما تبدأ اساسا وراحت رمي التماس لصالح بلجيكا. اما في حالة والكرة مع منتخب بلجيكا واثناء ما منتخب مصر بيستقبل اللعب، الكابتن حسام حسن كان مدي تعليمات دفاعية واضحة لزيكو وامام عاشور. زي ما واضح قدامك في اللقطة دي هتلاقي فتوح بيقابل على الطرف وامام عاشور هو اللي مغطي مكانه. نبص على الناحية التانية هنلاقي محمد هاني ضامم لجوه ال18 وزيكو بيلعب دور الباك اليمين. فبالتالي هتلاقي شكل من اشكال اللو بلوك ب6 في خط الدفاع، قدامهم 4 لعيبة، مروان ولاشين وصلاح ومرموش. تبص اللقطة تانية هتلاقي إمام عاشور هو اللي ضامم جنب فتوح وبيلعب دور الباك الشمال عشان يبقى شكلنا الدفاعي 5-2-3. اللقطة دي هتلاقي مروان عطية هو اللي بيساند خط الدفاع، وزيكو وإمام ضامين له نص الملعب جنب مهند لاشين عشان يتحول شكلنا الدفاعي ل5-3-2. كل دي اشكال دفاعية تبين لك قد ايه الشغل اللي بيعمله حسام حسن مع الفريق عشان تشوف منتخب مصر بيتحسن دفاعيا من ماتش للتاني. ولكن في ظل كل ده ما ينفعش نغفل عن المجهود البدني اللي بيبذله امام عاشور، سواء ان هو ينزل لنص ملعبنا عشان يطلع الكورة من ورا لقدام ويرجع تاني يجري عشان يشارك في الهجمة. ولكن كل ده ليه مبرر، لانك لو بصيت على الثلاثة اللي في نص الملعب هتلاقي مهند لاشين، هتلاقي مروان عطية، وتالتهم امام عاشور. فيعتبر امام عاشور هو الراجل الكوير والبصير اللي فيهم. وخد عندك كذا لقطة لكن دي واحدة منهم، هتلاقي امام عاشور لازم يبصم على كل كورة اثناء بناء الهجمة، خصوصا الهجمة اللي بتتبنى من ناحية الشمال.
نيجي بقى للأداء الرجولي اللي قدمه محمد هاني في مباراة النهاردة، خصوصا إن كان بيلعب عليه واحد من أحسن الأجنحة الشمال في العالم وهو اللاعب دوكو. لكن محمد هاني النهاردة كان جايب فورمة ودايس على نفسه على الآخر، كان في تحدي بينه وبين نفسه، لأن مش أي حد يوقف دوكو. الراجل ده دايس على معظم الباكات اليمين في الدوري الإنجليزي، فلازم نوجه تحية خاصة لمحمد هاني وإمام عاشور على الأداء الرجولي في مباراة النهاردة. حتى لو جيت تشوف لقطة الهدف هتلاقي بدايتها هاني ونهايتها عاشور. لقطة الهدف هتلاقي قدامك محمد هاني قدر يفتك الكورة من دوكو، وبعدها صلاح اتحرك للعمق عشان يسحب معاه 2 لعيبة، فبالتالي يفضل نفسه مساحة قدر يرجع فيها عشان يعمل اسكان بعينه ويشوف أماكن تمركز اللعيبة على حدود ال18. وفي النهاية قرر يدي الكورة لإمام عاشور اللي كان واخد قرار التصويب من السكند تاتش، استلم بعدله وكورة 10/10 في مرمى تيبو كورتوا. لكن للأسف الحلو دايما معانا ما بيكملش، لكن الحمد لله ده كده رضا قوي. لكن محدش يلومنا برضو يا جماعة، لأن أداء منتخبنا النهاردة هو اللي طمعنا في الفوز. مش عايز أقولك كمان صدارة المجموعة، لكن هفوة واحدة في ماتش زي ده كفيلة تدفعك التمن. عندك في لقطة هدف بلجيكا كان في غفلة من إمام عاشور وفتوح، استغلها اللاعب مونيه عشان يتحرك في ظهرهم ويلعب عرضية للوكاكو اللي قطع من قدام ياسر إبراهيم اللي هيتحمل جزء من الهدف، لأنه كان سابق لوكاكو، ومع ذلك لوكاكو قدر يجري من جنبه ويعديه وكمان يقطع قدامه عشان تخبط في رجل محمد هاني وتدخل. لكن ولا يهمك يا هاني، بتحصل مع عتاولة الكرة. المهم ان احنا نتفادى اخطاء المباراة ديت في المباريات الجاية، وتكون دي الانطلاقة الحقيقية لينا لصدارة المجموعة، لان مش بعيدة خالص. المهم انت تثق في نفسك، الثقة ثم الثقة ثم الثقة. ويا ريت الماتشين الجايين كابتن حسام حسن يلعب امام عاشور جنبه مروان عطية او مهند لاشين، وينزل تريزيجيه عشان يزود عدد الكويرة في نص الملعب، لان استحالة امام عاشور هيفضل يلعب بنفس الادوار اللي بتتطلب مجهود بدني جبار في ال3 ماتشات. ويا ريت نضغط على نفسنا في الكام ماتش الجايين ونصدق ان احنا كويسين، لان احنا فعلا كويسين، بس عايزين نصدق شوية في نفسنا. وفي النهاية حابب اقولك دي كانت مجرد رؤيتي بعين المجردة، اتمنى اعرف رأيك في التعليقات، بس المهم والاهم ما تنساش تشترك في القناة. سلام.